نضارة ابل الجديده ولا خوذه الاف 35 اللي سعرها 25 مليون جنيه. جزء كبير من التكنولوجيا اللي ما بين ايدينا بيتم تطويرها في الاول للاستخدام العسكري. اللي قدامك ديت خوذه الطياره الاف 35 واللي بقى لها سنين ما بيلبسهاش غير امهر الطيارين. لكن اللي بتعمله الخوذه ديت وايه علاقتها بنضاره ابل الجديده؟ دي مش خوذه تقليديه لحمايه الطيار، دي عباره عن غرفه عمليات للطيار موجوده حوالين دماغه لكن مصغره، واللي متصنعه من الياف الكربون علشان يكون وزنها اقل. لكن ده اكيد مش سبب سعرها الجنوني دوت. الخوذه بيكون فيها شاشات عرض قدام الطيار زي نضاره ابل الجديده. الشاشات ديت واللي بتزود الطيار بمعلومات فوريه عن الارتفاع والسرعه والمكان والاستهداف والتحذير كمان. الخوذه بتكون متوصله بست كاميرات موجوده على جسم الطياره بحيث ان الطيار يشوف 360 درجه من غير ما يحتاج انه يحرك راسه اصلا. الشاشات ديت واللي كمان بتكون متصله باجهزه الرادار والاستشعار وبتكون قادره على الرؤيه الليليه كمان، بحيث تكون المقاتله اف 35 قادره على المواجهه وقصف الاهداف الارضيه او الجويه سواء بالنهار او بالليل. كمان الشاشات ديت بتحدد للطيار الهدف والسلاح المناسب للتعامل معاه. الخوذه بتحتاج يومين كاملين علشان تكون جاهزه للطيار وانه يقدر يستخدمها، واللي سعرها 400 الف دولار، يعني احنا بنتكلم عن 25 مليون جنيه مصري. لكن بالرغم من تطور تكنولوجيا التسليح على مستوى العالم، فخور ان احنا هنا في مصر الفتره الاخيره حدث تنوع كبير جدا في التسليح المصري. واخيرا بالرغم من اهميه التطوير، لكن هيظل المقاتل هو العنصر الاهم في اي مواجهه مستقبليه، واللي قادر انه يقلب الموازين زي ما قلبناها قبل كده. وزي كمان لما بنشوف الدبابات الاحدث على مستوى العالم وهي بيتم استهدافها بقذيفه من صنع اخواتنا باقل الامكانيات.